أثنت فرق الإنقاذ الإسبانية الذين شاركوا في جهود الإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب مناطق متعددة في المغرب على مهارتهم المهنية والتنظيم اللوجستي الكبير الذي قامت به السلطات المغربية لمساعدة ضحايا هذه الكارثة. عند وصولهم إلى مدينة سرقسطة يوم السبت بعد تعاونهم مع الفرق المغربية في عملية الإنقاذ، أكد رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ الإسبان من منطقة قشتالة وليون خلال تصريحات صحفية على مهنية الفرق المغربية الميدانية وعلى مستوى التنسيق الجيد في تنفيذ عملية الإغاثة. رئيس البعثة إنريكي مور أشاد أيضاً بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لضمان نجاح عملية الإنقاذ والبحث عن الناجين. فرق الإنقاذ الأخرى بما في ذلك وحدة الطوارئ العسكرية مستمرة في أداء مهمتها في المناطق المتضررة من الزلزال. وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس قدمت يوم الخميس الشكر للدعم اللوجستي الذي قدمته القوات المسلحة الملكية لفرق الإنقاذ الإسبانية، مما ساهم في تحسين ظروف أدائهم. وخلال زيارتها للقاعدة العسكرية بغودالاخارا في وسط إسبانيا، أشادت السيدة روبليس بتوفير مروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية لنقل رجال الإنقاذ الإسباني إلى المناطق الصعبة الوصول، وأيضاً بالتعاون الوثيق مع السلطات المغربية لتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين.